في كده ايه يعني كلام من تحت لتحت، ومحدش عارف برضو مين المقصود بيه. لكن يعني ياسمين عبد العزيز راح منزله كده بوست عندها كتبت فيه البرومو الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب مليار مشاهده في اقل من 24 ساعه و33 ثانيه. شوف حركه ذكيه جدا، تقصد بيها مين؟ ان في ناس كتير جدا بتعمل نفس الحوار ده. طبعا الارقام دي مش حقيقيه، هي بس طالعه تقول الكلام ده عشان في ناس فعلا بتعمل الكلام ده. وتيجي تدور فين؟ يعني انا دورت الاخ اللي هي يمكن تقصده، دورت عليه اشوف فين الارقام اللي هو كاتبها. كاتب واحد كده كاتب ارقام بالملايين، ان في مشاهدات مثلا وصلت لكذا. دور عليها بقى على الفيسبوك، على تويتر، على، طب اقول لك ماشي، يبقى هو مجمع كل المشاهدات على بقى الديلي موشن وعلى اليوتيوب وعلى فيسبوك، برضو ما جابتش الرقم اللي هو قايله. فيعني زي ما يكون ياسمين عبد العزيز في ناس فسرتها طبعا انها تقصد حد معين كلنا عارفينه، لان هو من الناس برضو اللي طلع اعلن ان مسلسله جاب مش عارف كام مليون مشاهده. دي ما عملهاش غير ممثل واحد بس على ما اعتقد يعني، وقال ان كل الكلام ده حصل في يومين تقريبا او في يوم واحد. فزي ما تكون كده بتروح راميه كلمه الناحيه التانيه ان في ناس بتعمل كده، وبصراحه عندها حق. يعني انا اؤيدها جدا وادعمها جدا في التريقه الصريحه الجميله قوي دي على الممثلين اللي بيعملوا الكلام ده. طبعا هنتهرى في رمضان بقى ان كل المسلسلات يكتبوا ترند رقم واحد، الحمد لله انا الترند رقم واحد، انا مش عارف ايه. طبعا كلام حمصي جدا، ومفيش حد طب يجي يغلط ويكتب ترند رقم اتنين معناها انك ناجح برضه. اصل دول كذا مسلسل يعني حوالي 100 مسلسل، لما تبقى اتنين تبقى كويس برضه. لا كله رقم واحد. طب مش حاسس، مش مكسوف على دمك ان كل الناس بتقول انا رقم واحد؟ طب في ممثل تاني كان نزل، هو كان نجم كبير مش هقول مين، كان نزل بمسلسل متذاع على قناه واحده وما بتتعرضش يعني عند الناس كلها، القناه مش مشهوره قوي يعني. كتب ترند رقم واحد، ففي ناس كانت بتسال هو انت نازل السنه دي اصلا؟ وانا كنت يعني لولا ان انا متابع جدا الاخبار الفنيه ما كنتش اعرف ان الراجل ده اصلا نزل بمسلسل. لكن عشان متابع جدا فعرفت ان هو ليه مسلسل فعلا، بس بيتذاع على قناه يعني تقريبا مش موجود على النايل سات اساسا.